مع نهاية كل سنة دراسية بيفضل معانا ورق دراسي وملخصات كتير بينتهي بيهم المطاف بإننا بنرميهم. بس بعد الفيديو ده هقولكم ازاي تستفادوا بالورق الدراسي القديم اللي عندكم وتبيعوه وتكسبوا منه كمان. أهلا يا رفاق، وأخيرا عدت إليكم. فيديو النهاردة هقولكم ازاي تبيعوا ملخصاتكم الدراسية أو أي ورق دراسي عندكم، لأننا طول السنة الدراسية بنفضل نطبع في ورق وعندنا كويزات وامتحانات وملخصات وورق كتير قوي، وفي الآخر بينتهي بيه المطاف إن احنا بنتخلص منه أو بنرميه. فالنهاردة هقولكم ازاي تبيعوا اي ورق دراسي عندكم ايا كان ايه نوعه وتفيدوا غيركم وتكسبوا منه كمان. مش عايز اطول عليكم في الكلام، يلا بينا نشوف ازاي. من خلال موقع اسمه ستادي بول نقدر ان احنا نبيع اي ملخصات، اي ورق دراسي قديم عندنا، اي كويزات، اي امتحانات، كل انواع الورق الدراسي اللي عندنا نقدر ان احنا نبيعه باي لغه، مش بس بالانجلش. وكمان لو كان الورق ده مكتوب بخط ايديكم او مطبوع كل ده هينفع. كل اللي عليكم تعملوه لو الورق ده هارد كوبي يعني معاكم ايا كان هو مطبوع او كاتبينه بخط ايديكم، اهم حاجه ان انتوا تصوروه كويس على اي برنامج بيعمل سكان للورق وتخلوا الفايل از ا بي دي اف. طبعا ده في حاله ان هو يكون هارد كوبي. لو عندكم بقى على الكمبيوتر او على اللابتوب تحطوا الفايل دايركت على طول على الويب سايت. طيب ازاي بتتم الطريقه دي؟ كل عليكم ان انتوا بتحطوا الفايلات بتاعتكم او الملخصات والورق الدراسي بتاعكم وبترفعوه عندكم على الاكونت بتاعكم وبتستنوا ان يتعمل عليه موافقه علشان ينزل ويكون عندكم على الحساب بتاعكم. اي حد يقدر ان هو يشتري الملخصات بتاعتكم دي، يعني كان الفايل او هو حجمه قد ايه او عدد الورق اللي فيه قد ايه، بيتسعر تسعير موحد وهو $10 لكل فايل. الفكره ان انتوا تنزلوا كل المستندات اللي عندكم، كل الورق الدراسي، تدوروا على كل الحاجات الدراسيه اللي احنا فعلا بنرميها وبنتخلص منها، فانتوا تقريبا جبتوا فلوس من حاجه مش على بالكم اصلا. وكل مستند ممكن يتباع اكتر من مره، فما فيش عدد محدد للبيع بتاع كل مستند او كل فايل. لو انتوا في جامعه، في مدرسه، مخلصين وعندكم ورق متراكم قد كده راكنينه او هتتخلصوا منه، سالوا نفسكم وابداوا بيعوا الحاجات دي. فعلا في ناس بتستفاد من الحاجات دي وبترجع للمصادر دي، لان ستادي بول موقع تعليمي عالمي، ففي ملايين الطلاب بيدخلوا عليه وكمان ملايين المدرسين، علشان في اوبشنز كتيره قوي، مميزات كتيره قوي في الموقع ده. زي ما انتم شايفين ده الموقع بتاع ستادي بول، دي الواجهة الرئيسية بتاعته، وهنا المجالات اللي موجودة على الموقع. في مواد كتير قوي، وكل مادة يعني متخصصة او متفصلة تفصيل دقيق اكتر بكل التفاصيل بتاعة المجال ده او المادة دي. وهتلاقوا بقى مجالات كتيرة ليها علاقة بالطب والصيدلة والبزنس والهندسة وكل المجالات. اهم حاجة لازم تعملوا اكاونت على الموقع علشان تقدروا تبيعوا الورق الدراسي بتاعكم. بتحطوا الايميل وبتعملوا يوزر نيم، بتكتبوا اسمكم والباسورد، بعد كده بتدوسوا create account وبتكونوا عملتوا الحساب. بعد كده بندوس سيل دوكيمنت بعد لما احنا عملنا الحساب عشان نقدر ان احنا نبيع الورق الدراسي بتاعنا. وعلشان تبيعوا اي ملف دراسي بس بتدوسوا على upload more files وبتختاروا الفايل او ايا كان بقى نوعه ايه، بقى كان homework، كان assignment، ملخص، اي حاجة يعني. واهم حاجة يكون التايتل بتاعها محدد وبيشرح اللي فيها بس. بترفعوه على الويب سايت وبعد كده بيكون اتحمل بأمان. المهم يعني هو بيقعد تقريبا يومين علشان يتقبل. وهنا بقى كل الابلودز اللي انتوا بتكونوا منزلينها عندكم او اللي بتكونوا حملتوها على الويب سايت. وعشان تسحبوا الفلوس اللي انتوا بعتوا منها الملفات بتدوسوا على البالانس، وبعد كده بيكون عندكم اوبشنز كتير علشان تسحبوا الفلوس زي باي بال ووسترن يونيون وغيرهم كتير. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو مفيد. انا حبيت اشارك معاكم الاختراع ده لان المحتوى اللي انا بعمله اكتر حاجة ليه علاقة اكتر بالمذاكرة او بحياتي الدراسية بشكل عام، بوريكم ازاي انا بلخص او بذاكر. فهي دي الفكرة كلها. كل ما انتوا بتنزلوا اكتر على الويب سايت كل ما هتزيد فرصتكم ان اي حد يقدر ان هو يشتري اي ملخص، وكمان كل ما الفايلز تكون متنوعة بيكون افضل. فهسيب لكم تحت في الديسكريبشن بوكس اللينك بتاع الموقع وتبداوا ان انتوا تبيعوا كل الورق الدراسي اللي عندكم. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء يا رفاقي.